الله أكبر الله أكبر، كبروا وهللوا واحمدوا الله. وما زالت المعجزات تتوالى في بلاد العجائب والمعجزات عند اخواتنا. في دكتور طبيب اسمه محمود ابو النجا كان في مستشفى من مستشفيات اخواتنا بيأدي الواجب اللي عليه، وبيحكي وبيقول شفت معجزة بتحصل قدام عيني لأحد أبطالنا هناك في المستشفى، كانت مقطوعة فيه 3 أطراف ومش فاضل له غير طرف واحد وهي ايده. وهم موجودين في المستشفى يدخل شخص يسأل على محمد فودة، ومحمد فودة كان هو الشخص ده. فدخل عليه سأله قال له انت تعرفني؟ قال له لا ما اعرفكش. فرد عليه وقال له يشهد الله ان انا ما اعرفكش، ولكن اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابلغني اني اجي ابلغك ان الله ورسوله راضيان عنه. ماذا فعل هذا البطل محمد ليرضى عنه الله ورسوله ويرسل له رسالة على يد أحد الأشخاص؟ وللناس اللي بتكذب دايما القصص اللي بنحكيها على أخواتنا، فأنا جبت لكم الفيديو الأصلي للطبيب الأردني وهو بيحكي القصة بنفسه علشان تسمعوه. قالوا نعم هذا محمد فودة. قال له أنت محمد فودة؟ قال نعم أنا محمد فودة. قالوا هل تعرفني؟ قال لا والله أنا آسف لا أعرف. قالوا والله وأنا أيضا لا أعرفك، ولكن أنا جئت إليك مرسلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله ورسوله راضيان عنك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله يا أخوة لو ترون ما أرى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم كن معهم وثبتهم واغفر تقصيرنا يا رب العالمين. تخيل نفسك لو اتعرضت عليك الدنيا وما فيها مقابل انك تكون مكان هذا الشخص وتنال هذه البشرى، هل ترضى بالدنيا ام انك تكون مكان هذا الشخص؟ مستني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش الدعاء لأخواتنا. بارك الله فيك.